اقتراح انه لما لا مدينه اكادير حتى هي تحتضن سومي ماراثون او ماراثون. فمجموعه ديال الاكراهات اللي كانت كتعيشها مدينه اكادير فتم التوافق على تنظيم سباق مدرسي على الطريق، لانه من بين الانشطه اللي كنآمنوا انها يمكن تعطي اشعاع كبير لمدينه اكادير سياحيا وكذلك اقتصاديا. فكانت فتنظيم النسخة الثانية من السباق المدرسي على الطريق بشراكة مع جمعية سبور فور ديف وكذلك اتحاد التكوين الحر بالمغرب والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فجاء لتحقيق مجموعة من الأهداف. الهدف الأول منها أننا نبرز المؤهلات ديال مدينة أكادير من الناحية السياحية بعد مجموعة ديال البرامج ديال التأهيل ديال مدينة أكادير، وكذلك إعطاء فرصة للشباب والأطفال ديال مدينة أكادير أنهم يشاركوا في سباق منظم بطريقة احترافية، وأنهم يبرزوا المؤهلات ديالهم ويتمكنوا أنهم يمارسوا الرياضة المفضلة ديالهم في ظروف حسنة وجيدة. هذه فرصة كذلك أننا نشيدوا بجميع المنظمين اللي كيشرفوا على هذا السباق هذا في النسخة الثانية ديالو. نتمنى إن شاء الله أن تكون نسخة ناجحة وتلقى الاهتمام والإقبال اللي كننتظروه جميعا، وإن شاء الله نأسسوا لواحد نشاط رياضي اللي يكون موسمي واللي يعطي إشعاع كبير لمدينة أكادير من الناحية السياحية والاقتصادية. السلام عليكم، أيتبي عبد الحميد رئيس جمعية سبور فور ديف. النسخة الثانية من السباق على الطريق المدرسي كتنظموا جماعة أكادير مع جمعيات سبور فور ديف. الهدف الأول ديالو هو تشجيع أطفال ديال المدينة والأطفال ديال لا ريجيون على ممارسة الرياضة، وكذلك احتفالا باليوم العالمي لشجرة الأركان. كنتمناو أن هذا السباق يكون عند حسن ظن جميع المكونات ديال المدينة، وأنها تكون مشاركة واسعة، لأنه الدورة الأولى كانت نجاح كبير شاركت فيها تقريبا 2500 طفل، والهدف ديالنا الأول من هذا السباق هو أنه وليداتنا نشجعهم على ممارسة الرياضة. السلام عليكم، معكم نعيمة أبو إبراهيم في الكوميتي دورغانيزاسيون ديال لا كورس اللي غتكون في لو 28 إن شاء الله في ليديسيون ديالها الثانية، ومومبغ في لاسوسياسيون سبور فور ديف. فلي الشرف أنني نكون في النسخة الثانية ديال هذا ليفينمون. الحمد لله اللي لقى واحد الإقبال كبير العام الفايت، وحنا متعطشين أن هذا العام يكون ليفيكتيف مضوبل، علاش لا. هذه التظاهرة اللي كتنعش الرياضة في المدينة ديالنا، وإن شاء الله كنتمناو أن تلقى نجاح كبير في هذه ليديسيون الثانية إن شاء الله، باش نتشجعوا نديروا لي زيديسيون الجايين إن شاء الله. ومرحبا بكم كاملين في لو 28 إن شاء الله.